السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي، عاملين إيه؟ النهاردة بقى معانا مبادئ تعليم الهربيز أو الهندميت أصلا. زي ما انتوا شايفين كده بنبدأهم بفروع. دي بداية التعلم. الفروع دي عبارة يا ورد يا لولي عادي، بس كله من اللولي والكريستال بأنواعه، سواء اللولي الصغير أو الكبير يعني أو الوسط، بالمقاسات في 2 وفي 4 وفي 6 وفي 8 وفي 10 و12 حسب ما انت عايزة تشتغلي هتشتغلي. وفي الكريستالات برضو بنفس المقاسات، وفي الكريستالات العادية. هنا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هنجيب سلك تشكيل، دي بداية التعلم، دي زي ما بيقولوا سنة أولى تعليم هاندميد، أولى هاندميد. نجيب مثلا 5 فصوص حسب ما انت عايزة، بس احنا هنتعلم هنجيب ايه حوالي 5 فصوص أو 7 فصوص، وهنلضمهم في سلك التشكيل زي ما انتوا شايفين كده. انا بلضمهم، ده مقاس 8 من اللولي، فجبت سلك التشكيل 45 سنتي. يعني انا هديكوا المقاسات بس هي مش اساس. بصوا بقى هنا انا حطيت ولضمت. هدور بقى حرف السلك عشان ما يطلعوش من السلكة كده اهو بالبنسة، وهبعد طبق اللولي ده وهسيب 8 سنتي وهعمل كده. بصوا ادي اول حاجة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هتدي حوالي سنتي ونص الطول بتاعها. هسيب سنتي واعمل التانية بنفس المقاس ونفس الظبطة بتاعتها على نفس المقاس عشان يبقوا متساويين زي ما انتوا شايفين كده. بصوا الاتنين بقوا متساويين وفي سنتي بينهم وبين بعض. هعمل سنتي تاني برضو، انا بتنيه بالبنسة عشان يبقى مظبوط معايا، لكن مش شرط، انا بعمله من غير بنسة بس انا بوريكم. وهنا برضو سنتي تاني واروح تانية كده برضو على نفس المقاس. بصوا بقى فك السلك، انا مش عايزة كل ده. بصوا كلهم سطر واحد ازاي، من تحت ومن فوق سطر واحد. دي المبادئ بتاعت الهاند ميد، مبادئ شغل تاج، اي حاجة تشتغلي بسلك التشكيل دي مبادئها. يعني ده التعليم الاساسي بتاع شغل الهاند ميد. كده عملت 5 فصوص. بصوا بقى لفتهم ازاي. بصوا اخر واحدة لو انا بعملها لفتها كده. بصوا لما بتلفيها بيبقى الفرع معاكي كده، بتروحي بقى ظابطة الفرع رافعاه لفوق، لكن هو مظبوط وكل حاجة زي ما انتوا شايفين. ادي اتكون عندي فرع 5 حبات. حسب ما انت عايزة هتزودي. سهلة جدا، اسهل طريقة لشغل الهاندميد هي الطريقة دي. هنا بقى انا عملت 45، السلكة دي 45 برضو سلكة تانية. انا كل ده بشتغله كده، لكن خطرت لي فكرة ان انا اجمعه بعد كده، فهتشوفوا هنجمعه هيبقى شكله ايه. زي ما شفتوا في الاول مجمعينه شكله ادى شكل حلو قوي، لو انه هو انا بعمله كتعليم
اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. فضلا وليس أمرا يا حبايبي، اللي وصل معايا لحد كده في الفيديو يعمل لايك ويعمل سبسكرايب، واللي ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلوا مننا كل جديد. هسيب 9 سنتي بقى. بصوا أنا سبت حتة نقول، وهطلع برضو بنفس الطريقة. بصوا أنا بوريكم على المسطرة 9 سنتي، وهعمل اللولاية بتاعتي على بعد عقلة الصباع، اللي يعني لو احنا مش هنقيس، احنا بنشتغلها كده على طول. ادي اهي اول واحدة. برضو هسيب سنتي او نص سنتي حسب ما انت عايزة تسيبي هتسيبي. احنا كل ده تعليم، ملوش دعوة بقى بالتصنيع والتشكيل والكلام دون، احنا بنتعلمها عشان نعملها. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أهم شيء تظبطي المقاس وانتي بتعملي فرع اللولي. طبعا الترم ضايقني لأن في إيدي حروق، إيدي دي محروقة وإيدي دي محروقة، فمعلش. وأنا معرفش يعني الطير ده بيجي منين أصلا، سامحوني بقى. بصوا هنا دي الحبة الرابعة، كله بيمشي بمقاس واحد. انا بحط بزيادة يعني عادي، لكن لو انا هشتغل هحاول اشتغل على مقاس اكبر طالما هعمل بيه اشكال. لكن انا ما كنتش هعمل هنا اشكال، انا كنت بس بعلم مبادئ الهاند ميد. يعني انا زيكم برضو مش محترفة فيه، لكن انا بشتغله مع حاجتي مع شغلي. بصوا كده بقى، انا عملت اهو كام واحدة. هخلي الفرع ده 7، هفك بقى وانزل الزيادة واخليه 7. هطول دي شوية. بصوا وهبرم الحرف بقى، انا راجعة بيه مع الايه، مع الشغل اللي في ايدي، الحرف اللي فوق اهو. بصوا افضل ادور فيه، هو بيتدور مع الايه، مع الفروع اللي انا عاملاها دي عشان تديني فرع الايه، اللولي. بصوا انا بنزل بيه اثر معايا، هظبطه برضو. بصوا كده انا بظبط، برمتهم مع بعض وجبت اللولي لفوق. هو طبيعي لف مع السلكة، وبتظبطي بقى. السلكة قصرت مني في الاخر في الحتة دي، فمش مشكلة، لان كده او كده انا لفيت الفرع زي ما انتوا شايفين كده، سهل جدا اهو. بصوا الفرع، انا ما كانش في فكرتي ان انا هعمله حاجة وانا بشتغل كده في الاول. هعمل بقى إيه الورد. جبت مقاس 2، طبعا انا اشتغلت بيه هربيز في الحلقة اللي فاتت، بس انا كده بوضحه لكم لوحده. هنا بقى عملت 50 سنتي. انا بشتغل بالمقاس اي حاجة، يعني انا مش على المقاس، انا عاملة دلوقتي عشان بشتغل بيه تعليم. هحط بقى ايه على حسب بقى ما انا عايزة 5 وردات، عايزة 10 وردات. انا بعمل من مقاس 2 الوردة 5 ورد حبات، الوردة 5 حبات. فانا هشبك بقى، هشوف كم بقى حباية هشبكهم وهعمل بيهم الورد.
قدامكم عشان تتعلموا برضو عمايله نفس العمايل، ما هو الصعب ولا حاجة. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بصوا أنا هفضل ألضم كده لحد ما أعوز العدد اللي أنا عايزاه. عايزة بقى أعمل 7، عايزة أعمل 5، هعد كل واحدة فيها 5 حبات من مقاس 2 عشان ده صغير. بيبقى حلو قوي في الشغل وشكله ظريف. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. صلوا على النبي يا حبايبي. واذكروا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، عشان كلنا ناخد الأجر والثواب. بصوا أنا سبت حوالي 9 سنتي، أنا بسيبهم احتياطي. هو المفروض إن أنا ما سيبش القيمة دي كلها، نصها المفروض، بس أنا سايباهم عشان لو أثرت معايا فأنا أطلع منهم للشغل. بصوا أدي الوردة نفس العمايل، بس إيه، بدل ما أحط حباية واحدة حطيت 5 ولفيتهم بالطريقة نفسها، ادتني وردة. هاتني برضو السنتي. انا بستعمل البنسة لان ايدي بتوجعني حقيقي، فبحاول اشتغل يعني شوية بالبنسة وشوية بايدي. بصوا اهو برضو الاتنين هيبقوا متساويين وعلى نفس المقاس اهو. وهعمل برضو السنتي، اسيب السنتي ده دايركت معاكي، عايزة تزودي ال2 سنتي يعني هيبقى بعيد، لكن هو سنتي واحد في فروع الورد بالذات كويس، بيدي ظابطة في الشغل. بصوا بقى دي تالت وردة، هعمل واحدة كمان، كل وردة 5 حبايات. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. كتير مضايقني. حاجة كده جميلة جدا والله، وهادية جدا ومريحة للأعصاب في الشغل برضو بالذات. بصوا ادي دول بقى كام واحدة، هعدهم. اعمل دي، لا هفكها عشان السلك يقضي، هفكها وانا مش محتاجة كل القيمة دي. هكملها. بصوا بقى ألف اللفة دي، بتلفي كل الفروع معاكي وانتي نازلة بالسلكة اللي في ايدك الزيادة اللي فاضلة، بتلفي الفروع. فطبعا الفروع بتتلف بتتجدل مع السلكة نفسها. هنا بقى قصرت، فهجيب حرف الناحية التانية هشبكه معاها واكمل عادي شغلي. لو مش عايزة اجيب الحرف ده هجيب حتة من السلك اللي من بره معايا وهكمله برضو وابرمها عادي وامشي بيها زي ما انتوا شايفين كده اهي. والسلكة طبعا مش باينة لانها اتبرمت مع بعضها بطريقة نظيفة.
يعني توصلي السلك بطريقة نظيفة اهو. وارفع بقى الورد لفوق كده، بقى فرع ورد جميل زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بقى المنظر. ايه رأيكم بقى؟ هعلم برضو واحدة تانية، هنعمل واحدة تاني. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا برضو هجيب 50، عايزة تزودي 55 عشان ما تأثرش زودي، بس أنا بعملها كده على أساس إن أنا إيه، مش عايزة أشتغل زيادة. كده عملنا 3 فروع، فرعين زي بعض وفرع مختلف. وهنا الكمثرى نفس الموضوع، بس الكمثرى بترجعي بالسلكة على الظهر. هبقى اوريها لكم، انا عندي كمثرى هطلعها واوريها لكم برضو على سلكة، وتشوفوا برضو عمايلها الدرس الجاي لشغل الهاند ميد. هنا بقى هعمل نظام نص الوردة اللي هي التلاتات، شكل تاني من أشكال اللولي اللي بتتعمل في الهيد بيس وفي التوك وفي حاجات كتيرة قوي. شكل تاني هسيب 7 سنتي، أنا سبت 7 سنتي مش عايزة كتير في الأول. وهعمل بقى، بصوا أدي أول 3 هاخدهم 3، ده مقاس 4، ده مقاس ايه 4. برضو هنسيب حوالي عقلة الصباع وامسك من عند الحرفين عشان ابقى الايه السطر مظبوط، وابرم كده هتديني وردة 3 لوليات اللي هي النص وردة. هعمل برضو سنتي واجي العقلة دي هعلم يعني صباعي عقلته هعلم بيها السلك وانا بشتغل اهو. ويجي تبقى من تحت زي ما انتوا شايفين كده على المقاس اللي هو السنتي اللي انا عاملاه. كذلك هنا اهم شيء لو طلعت منكم متساوية هتفضل شغلكم مظبوط على طول. يعني مشروع حلو قوي تتعلميه وتشتغلي فيه، ما شاء الله يجيب ربح يعني كله كده على بعضه حلو بصراحة، مربح وشغله حلو وخفيف، ما هو الصعب مجرد بس انك تركزي وتطلعي الفن اللي جواكي فيه. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. بصوا بقى هنا عملت ايه 5 كده 5 حبات. هعمل واحدة كمان بس هعملها وردة من 5 كريستالات بدل ما اعملها وردة من لولي. ادي عملتها 5 كريستالات لضمتهم، ده مقاس 8 كريستال مقاس 8. بصي هبرومهم كده اهو، كده طلعت كبيرة هنقصها شوية، لقيتها طويلة قوي نقصت شوية منها عشان ايه يبقى مقاسها مظبوط مع الفرع، لو اني كانت عايزة تنقص تاني كمان. بصي بقى وانا ببرمها كده بنزل ايه على اللي انا عاملاه ببرم معاه، يعني السنتي الزيادة ده بيتبرم مع السلكة اللي بتبقى فايضة معايا من الحرف
عشان أعمل بيها الفرع، سواء بقى فرع كريستال سواء فرع لولي زي ما احنا اتفقنا. هي دي مبادئ الشغل، وهو ده تعليم الهاندميد، وهو ده الدرس الأولاني لشغل الهاندميد. اتعلمتيها تشتغلي الهاندميد، تشتغلي أي حاجة، وزي ما قلتلك هتطلعي الفن اللي جواكي. قصرت السلكة، فبوصلها بالحرف التاني وبكمل شغلها عادي أكن ما فيهاش حاجة اهي. بصوا بقى الوردة بقت جميلة قوي، هتشوفوها هي مش ظاهرة دلوقتي، انا بس بحاول اشوف شكلهم مع بعض. مم. بجمعهم كده بشوف المنظر، فخطرت لي فكرة ان انا اشتغله هربيز بس صغير بقى، هيبقى هربيز صغير، او ممكن تعمليه بين الشعر اهو. بصوا هنا بقى بشبكهم مع بعض، ببدأ أشبك حرف من الناحية دي ومن الناحية دي وببرمهم مع بعض، السلك اللي فايت فيهم اهو. شبكت العودين دول مع بعض، بظبط. انا قلبت الكاميرا عشان ايه يظهر عندكم. بصوا ده الفرع الصغير الاولاني، بس برضو هدخله فيهم لان انا مش هرميه اهو، ببرمه برضو معاهم. بصوا لحد كده تمام. بكمل الفروع بشبكها كلها في بعض، الكام فرع اللي انا عملتهم بدل ما اخليهم ملهمش شغل، لا انا بعملهم شغل يمشي مع شغلنا. اعملهم هيد بيس لطفلة العروسة، بس انا ولا حطيت لسه فيهم بنسة ولا حطيت حاجة، وسايباهم كده يعني سيان بقى. بشكله برضو السلوك اللي فايضة هي اللي بتشكلي بيها اللي في الناحية الايه اللي احنا سايبينها. انا عاملة كام حلقة مدورين اهم، احط فيهم كريستال. بصوا اهو المدور ده احط فيه كريستال، انا كنت هسيبه على اساس يتشبك منه في الشعر، فقلت لا هملاه كريستال، كل دايرة احط فيها كريستالة، فهم عندي 3 دواير. هنا بقى هجيب اعمل وردة تاني. بصوا هجيب وردة بقى اعملها من الكريستال واحطها في نصهم. لا اله الا الله محمد رسول الله. طبعا انتي بتعملي الحاجة اللي على ذوقك انتي واللي ترتاحي في شغلها، ولو انت اشتغلتي لحد طبعا ايه هو عايز حاجة معينة هيوصفها لك هتشتغليها زي ما هو عايزها، او صورة او حاجة هتشتغلي عليها. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام. صلوا على النبي يا حبايبي واذكروا الله عشان الحلقة تبقى فيها بركة، وناخد ثواب وأجر من عند ربنا سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. هنا شبطتهم مع بعض. انا مش هستكفي كده لان عايزه اعمل ورد. عفوا.
بصوا، انا كده عايزة اجيب وردة بقى زي الكريستالة دي، اعمل وردة كريستال في النص وهعمل وردة تانية في فرع، لان انا عجبتني لما عملتها. بس انا هعملها بصوا بقى بطريقة مختلفة. جبت حوالي 20 سنتي من السلك واتنيهم نصين كده، يعني مش زي بقى التانية، واروح قافلة الوردة الكريستال كده. عملت وردة كريستال هحطها كده. هعمل معاها فرع لولي، حبيتين بس او حباية على حسب ما انا عايزة. انا مش عايزة كتير. بصي، اللي هي النص ايه، النص وردة، اللي هي التلاتة اهبرهم مع بعض اهي. بصوا، دي هخليها كده. آه هلفها مع الفرع وبرمها معاه عشان تبقى في وردة من فوق تاني. هجيب بقى واحدة للنص. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. الخمس كريستالات هقفلهم زي ما انتوا شايفين كده، احطهم في الفراغ اللي تحت ده اهو كده. اثبتهم بين الفروع، اثبت السلك واشده. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. هنا بقى السلكة اللي فاضت بطلعها برضو بعد ما بلفها كام لفة وهبرمها عشان احط برضو فيها خرزة كريستال. هيبقى معايا 3 سلكات عاملاهم بالطريقة دي. بصوا، برمتهم وجمدت الوردة، وادي الوش اصبح التاج ليه وش وليه ظهر. بصوا، ده الظهر، بس ما فيهوش حاجة وحشة، بس الوش طبعا احلى لانه ظاهر وكده. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. لو في اي حاجة بظبطها، انا هعمله هدبيز صغير كده لطفلة. ممكن لو عايزة تعملي حاجة زي كده برضو على بنسة مشبك تتشبك كده في الشعر، تنفع على مشبك شعر، ينفع على توكة شعر كليبسة، ينفع يعني اللي انت عايزة تعمليه هتعملي. ادي كده خلص خلاص. هجيب بقى الألماظ الكريستال، كريستال ألماظ. بصوا هنا بحط الكبيرة، لقيتها مش لايقة فأنا مش عايزة كبيرة، أنا هحط مقاس صغير. هحط برضو مقاس 8 من الكريستال العادي اهو. ده كده خلص. هجيب بقى الكريستال واعمله.
دي في توكة النهاردة، هتنزل برضو بعد الحلقة دي، الفيديو بتاعها ينزل بعد الحلقة دي. التوكة اللي قدامي دي. هنا بقى بجيب الكريستال بنقيه، نقيت 3 وهنقي 3 كمان للورد من نفس المقاس. هحطه كده في الورد الزقه. طبعا هو مش باين قوي عشان المفرش، لكن هتشوفوه في الاخر. المهم انكم تكونوا فهمتم واستوعبتم ايه عمل فرع اللولي بيتعمل ازاي، اللي هي البداية بتاعت الهربيز، التاج، اي حاجة. دي البداية بتاعته، عشان ايه ما ننسيش. لميت الكريستال وجبت الشمع، فبلزق بالشمع كده، احط في الوردة نقطة من ورا ونقطة من الامام، بص، عشان يبقى ماسك مع بعضه. في الوردة اللي انا عاملاها كريستال حطيت لها كمان فص. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. ال3 وردات هعملهم بنفس الطريقة دي، من قدام ومن ورا الشمع عشان يمسك. واعمل الوردة التالتة. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. انا مش بتفرج عليه، انا بستنى بس عشان اظبط الكريستالة نفسها اللي انا حطاها. بصوا ال3 كريستالات هحطهم هنا في ال3 دوائر بتوع السلك، من الظهر برضو من الامام، واروح لازقة الكريستالة بتاعتي على الوش، بس عشان املى السلكة تبقى مليانة ويبقى ماسك في بعضه كله. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. زي ما انتوا شايفين كده. طبعا يا حبايبي ما تنسونيش في اللايك والشير، واللي ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا مني كل جديد. كده الهيدبيس خلص، بظبطه بقى وخلاص، وهحطه على الورقة. وطبعا دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله.